صدمة. كريم شحاتة يفجر ويعلن الزمالك يواصل الانهيار بعد توقيع مهاجمه للأهلي بضربة بيبو. مصطفى محمد النهاردة مش هلعب، مش متواجد في الملعب، مش في التدريب. هنعرف ليه طبعا بعد تكملة الفيديو. في البداية بعد إذنك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات عشان يوصلك كل جديد. مصطفى محمد يقول باخد خطوة كده، بدي هلت كده ان مش هبقى متواجد الفترة القادمة، على اساس ان الجانب الاخر هو نادي الزمالك. هو ممكن يتخوف من الجزئية دي، ليه وافق على عرض لمصطفى محمد. لكن مسؤولين نادي الزمالك وبالاخص مصطفى يونس قال مش عايز تنزل التدريب، هيتوقع عليك العقوبات. بالنسبة لأي حد مش بينزل التدريب وانت مش بتنزل الملعب، هيكون في عقدك موجود معانا لمدة سنتين، والعقد ممتد، واحنا مش هنتنازل عن اي وضع بالنسبة لوجودك في الوقت الحالي ما دام انت بتتكلم بالاسلوب ده. لكن احنا عندنا فرصة ليك ان انت تتراجع عن هذا القرار او هذا التفكير، وتتراجع عن كلامك. وده فعلا اللي قاله مصطفى محمد النهارده. قال ان ده بيتي وانا مش قصدي اللي بيحصل، وانا مش قصدي ان انا امتنع عن التدريب. طبعا بعد قرصة ودن مصطفى محمد انه هيتجازى، وان في عقده موسمين متواجد داخل نادي الزمالك، وهيكون في مخاطر كبيره وممكن يكون في تكة البدلة. طبعا مصطفى محمد تراجع عن قراره وقال ان لا، انا نادي الزمالك ده بيتي وانا ما اقدرش على زعل نادي الزمالك ولا جماهيره. انا متضايق بس ان انا عايز احترف وعايز اخوض تجربة الاحتراف. وبالتالي نادي الزمالك او مسؤولين نادي الزمالك اتكلموا مع مصطفى محمد ان العرض لا يليق بيه، ان انت لو عايز تمشي يبقى في عرض محترم ليك من نادي الزمالك. العقد ب7 مليون يورو. لو جيب نفس المبلغ لمصطفى محمد، إدارة نادي الزمالك هتوافق على احترافه. ده الشكل النهاردة اللي حصل مع مصطفى محمد، فبالتالي هو متواجد. هل يناير ممكن يحصل في حاجة؟ هل الفترة القادمة ممكن يجي عرض أكبر لمصطفى محمد؟ ده اللي هنشوفه. لكن كواليس النهاردة بالنسبة لجلسة مصطفى محمد مع كابتن أشرف قاسم وكابتن أيمن يونس، ده اللي حصل مع مصطفى محمد بالظبط يعني. برضو في أزمة جديدة ممكن تكون داخل نادي الزمالك. زي ما بقول لكم كلام كتير في تجديد العقود وتعديل العقود بالنسبة للاعبين، وده اللي ماشي فيه الزمالك بالنسبة للفترة اللي فاتت. كمان عبد الله جمعة واحد من ضمن اللاعبين اللي بيطلب تعديل العقد بتاعه، وبيطلب 8 مليون جنيه في السنة، أو تعديل عقده ل 8 مليون جنيه في السنة عشان يستمر داخل نادي الزمالك. حاجة من الحاجات اللي اعتقد مسؤولين نادي الزمالك لازم يقعدوا مع نفسهم ويراجعوا كل قرارات اللعيبة دي المفاجأة. هل هيرضخوا للجزئية دي او هيوافقوا على الجزئية دي، ولا الامور هتمشي ادارة نادي الزمالك هتمشي طبيعية؟ محمود عواد برضو كان في جلسة وتم جلسة محمود عواد محمد عواد انا اسف، اللي كان الفترة بوقت من الأوقات كان أفضل حارس مرمى وكان ديب في حراسة المرمى، وللأسف ما خدش فرصته طول الموسم اللي فات، وبالتالي قعد على دكة البدلاء بشكل كبير. كابتن أيمن يونس قعد مع عواد وبيتكلم معاه على تخفيض راتبه، لكن هنا اللاعب رفض هذه الجزئية وطالب بالانتقال أو البيع. لكن تخفيض في العقد مستحيل، فمحدش يلعب داخل عقد عواد. ده الكلام اللي جاله. لو انا موجود على دكة البدلاء ممكن تنزلني المباراة، لكن انك تخفض في الراتب بتاعي ده مستحيل طبعا. برضو احنا بنتكلم عن الاجهزة الفنية. ايضا نادي الزمالك بيمنح باتشيكو الفرصة الاخيرة امام النادي الاهلي في مباراته الاسبوع الرابع. طبعا الامور هتصعب بشكل كبير لو الاهلي فاز على الزمالك في هذه المباراة، فبالتالي ده الفوز الثاني من النادي الاهلي على الزمالك سواء في بطولة افريقيا او في النهائي او في الدوري الممتاز في الدور الاول. فبالتالي هتكون الامور صعبة الى الجهاز الفني في نادي الزمالك في حالة استمراره. ايضا بالنسبة لفرجاني ساسي، العروض الوكيل الخاص بساسي اتكلم في الشروط الخاصة بتمديد عقد ساسي مع نادي الزمالك في الفترة القادمة، ان هو عايز نسبة العقد تزيد شوية بنسبة 20%. طبعا بكده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. ما تنسوش اعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة، فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد.